هنعمل مع بعض النهاردة شوربة العدس الخطيرة علشان نتدفى كده مع بعض. هنبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت العدس اهو ونقيته، هبدأ بقى اغسله. تمام كده، غسلته وصفيته، حطيته في الحلة معانا. وهنجيب كده شوية طماطم حلوين زي ما انتوا شايفين، غسلتهم وقطعتهم كده. وهجيب برضو جزر كنت مفرزاه في الفريزر، خدت منه شوية كده. تمام، نحطه على العدس. نجيب بصلتين ونقطعهم بالشكل ده، وهنحطه كل دول على العدس. وهنحط كمان قطعة من الثوم المفروم، شوية مية، ونولع عليه كده ونسيبه بقى يستوي براحته. تمام كده، كل شوية نقلبه علشان ما يخسرش مننا. تمام كده كله استوى. هبدأ بقى ان انا افرمه. لو طبعا عندكم هاند بلندر ممكن تعملوه كده. انا فرمته في الخلاط ودلوقتي بصفيه. طبعا هتقولوا لي بتصفيه ليه، هتشوفوا دلوقتي. قشر طماطم والبذر والحاجات ديت كلها هتطلع في المصفى زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنخلص بقى الكمية كلها. وهنولع عليه تاني بعد ما فرمناه. هحط معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، شوية شطة، وطبعا ما تنسوش الملح. كده انا بشوف بقى اذا كان تقيل هنزود شوية مية. هنا في طاسة تانية نحط شوية زيت وشعرية. هنبدأ ان احنا نحمر الشعرية كده قبل ما نحطها. في ناس بيعملوا العدس من غير شعرية، طبعا يرجع لكم. احنا بنحبه بالشعرية. وفي نفس الوقت ما ننساش العدس لازم نقلبه كده علشان ما يلزقش في الحلة من تحت ويشيط، مش هيبقى حلو خالص. تمام كده، العدس بتاعنا بدأ يغلي. حطينا الشعرية بعد ما اتحمرت معانا. طبعا كده هنسيبه غلوتين بالشعرية لحد ما تستوي. نفضل نقلب كده. تمام كده، الشعرية استوت معانا اهي. وبكده الشوربة بتاعتنا جهزت وبقت تحفة، وهنتدفى بيها وبألف هنا وشفا.